تخيل معايا كده يا صديقي تكون شغال في مكتبة قديمة، وانت بترتب الكتب على الرفوف يا صديقي بتلاحظ كتاب قديم ومريب في نفس الوقت. فتروح تاخد الكتاب وتفتحه، تلاقي مكتوب عليه كتاب شمس المعارف الكبرى. ده اللي حصل يا صديقي لبطل قصتنا النهارده. وقبل ما نبدأ قصة النهارده يا صديقي حط لنا لايك واشتراك وجهز مشروبك المفضل وطفي النور وحط سماعتك في ودنك، ونقول كلنا في نفس واحد: بسم الله. فلنبدأ. قصتنا بتبتدي يا صديقي في شهر يناير عام 2020 في منطقة أبو قير بالإسكندرية. كانت بتمر عليهم ليلة من أصعب الليالي الشتوية يا صديقي. رعد وبرق ومطر شديد اتسببت في غرق مكتبة قديمة بسيطة في منطقة أبو قير. في وسط حزن يا صديقي صاحب المكتبة اللي كان اسمه عم رفعت وكان عنده 80 سنة، وكان عمال يزعق في الشاب اللي شغال معاه عشان يلحق الكتب قبل ما تغرق. فالشاب يا صديقي كان عمال يجري عشان يلحق الكتب قبل ما تغرق، وبسبب صعوبة الطقس الليلتها يا صديقي كان متسرع حبتين، وهو كان عمال يجري يوقع رف كامل من الكتب يا صديقي. ده اللي خلى عم رفعت يتضايق عليه ويصرخ في وشه. فالشاب اتوتر اكتر وكان عمال يلم الكتب ويدخلها المخزن. وتعدي الليله دي يا صديقي على خير، ويدخل الشاب يا صديقي المخزن عشان يرتب الكتب. وهو بيرتب الكتب يا صديقي لاحظ حاجة غريبة يا صديقي. الشاب لمح يا صديقي كتاب غريب وسط الكتب ده يا صديقي. كتاب لونه زيتي يا صديقي وقديم، والكتاب اللي كانت عليه ممسوحة. وأول ما مسك الكتاب يا صديقي وفتح أول صفحة لمح كتابة غريبة مكتوب: كتاب شمس المعارف الكبرى. اللي خلى الشاب يترعب يا صديقي لأنه عارف قيمة الكتاب اللي موجود في إيده، وإنه من أخطر وألعن الكتب في التاريخ. وإزاي كتاب زي ده موجود في مكتبة بسيطة مع إنه محرم طباعته دوليا؟ فالشاب يا صديقي عمل غلطة هيندم عليها العمر كله، إنه أخذ الكتاب من المكتبة وقرر إنه ياخده معاه البيت. الشاب ده يا صديقي كان اسمه سيف، من مواليد شهر 12 عام 1999. والده كان ميت من 7 سنين، وعايش هو ووالدته في شقة في أبو قير. فوصل سيف يا صديقي شقته وقفل الباب وراه، لقى والدته نايمة في سبع نوم. دخل أوضته وقفل الباب وراه وغير هدومه وقعد على المكتب بتاعه وحط الكتاب قدامه: كتاب شمس المعارف الكبرى. وكان سيف يا صديقي متردد ساعتها إنه يفتح الكتاب ده، لكن في النهاية فتحه. وأول ما فتح الكتاب يا صديقي لقى مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. وتحته بقية الصفحة مكتوب كلام مش مفهوم، بس هو باللغة العربية. فسيف يا صديقي كان عارف يقرأ الكلام ده لأنه كان خريج كلية آداب. بدأ سيف يا صديقي يقلب في الصفح وهو بيركز فيها. وهو بيقلب لقى صفحة مرسوم فيها أشكال هندسية ورموز وأشكال. فسيف يا صديقي قدر إنه يجمع جملة مرعبة، لكن هو مش عارف معناها. الجملة هي: صرفة للسطح محيطة من الصخار. جملة غريبة وسيف ما كانش عارف معنى الجملة دي. فالباب خبط يا صديقي بتاع غرفة سيف. فسيف قام وفتح الباب، لقى والدته قدامه بتقول له: انت لسه سهران لحد دلوقتي؟ قال لها: انا بخلص بس شوية امور وهنام. وهي بتلف وشها وماشية لحظة الكتاب اللي كان موجود على المكتب. فقالت لسيف: هو ايه الكتاب ده؟ سيف اتوتر كده يا صديقي وقال لها: كتاب كنت مستعيره من المكتبة بخصوص الكلية بتاعتي. فبتستغرب يا صديقي من رد سيف اللي كان عكس ملامح وشه اللي كان متوتر فيه. فما اهتمتش يا صديقي وقالت له إنه لازم ينام عشان الجو اتأخر، ولفت وشها ومشي. فسيف يا صديقي قرر إنه يروح ينام، لكن هو رايح ينام الجوع قرص عليه وقرر إنه ياكل حاجة خفيفة قبل ما ينام. وراح المطبخ وفتح التلاجة لكن ملقاش حاجة. فقرر إنه يروح يصحي والدته عشان يسألها عن أي حاجة ياكلها. وراح أوضة والدته يا صديقي فلاحظ حاجة غريبة يا صديقي. لاحظ يا صديقي إن والدته نايمة وفي سبع نوم. فراح لها كده يا صديقي وقال لها: أنت لحقتي تنامي؟ قومي عشان تجهزي لي أي حاجة آكلها. لكنها اتفزعت وقامت من النوم وبصت له كده بتبريئة وقالت له: أنت جيت إمتى؟ عشان سيف يا صديقي في لحظتها يبرق لها ويبتسم ابتسامة خفيفة كده يا صديقي، ويقول لها: جيت امتى ازاي يعني؟ انت كنت موجودة معايا في الأوضة جوه دلوقتي. فقالت له: أوضة ايه يا ابني؟ أنا كنت نايمة مكاني كده وما حسيتش بيك حتى لما جيت. فسيف يا صديقي الابتسامة اتمحت من على وشه وقال لها: خلاص خلاص. وراح أوضته ووقف في نص الأوضة يا صديقي كده وهو مستغرب إزاي ده حصل. وما كانش مرتاح ساعتها يا صديقي من كتر الخوف.
وبيفكر ويقول ازاي، امال مين اللي كان معاه في الاوضه من شويه؟ سيف يا صديقي ما كانش عنده ادنى فكره عن اللي حصل له، لكنه قرر انه يروح ينام. لكن شكل الليله دي يا صديقي مش هتعدي على خير. في وسط الصمت ده يا صديقي والظلام اللي مال الاوضه، باب الاوضه بتاعته اتفتح. فسيف كده يا صديقي زعق وقال مين اللي فتح، لكن مفيش حد رد. سيف يا صديقي قرر انه يقوم بنفسه ويشوف مين اللي فتح الباب، لكنه ملقاش حد. فراح لغرفة والدته لقاها لسه نايمة زي ما هي. سيف يا صديقي الخوف سيطر عليه، فقرر انه يرجع الأوضة بتاعته ويستعيذ من الشيطان الرجيم ويرجع للسرير بتاعه وينام من تاني. وفي وسط ما هو نايم يا صديقي بيحس بنفس دافي في وشه، وأول ما فتح عينه جسمه اتشل من اللي شافه. شاف يا صديقي حد نايم جنبه على السرير وملامحه غير بشرية، ومبرق في وش سيف وهو نايم. فسيف يا صديقي صرخ بأعلى صوته عشان عينه يا صديقي اتفتح في لحظتها على ضوء الشمس اللي ملا الأوضة بتاعته. فبيبص جنبه ملقاش حد. والليلة اللي عدت دي يا صديقي كانت من أصعب الليالي اللي عدت عليه، لكنها مش هتكون الأخيرة.